طبعا ضمن الأسبوع 17 تغيرت مراكز البعض، فيما حافظ البعض الآخر على القمة إضافة لأهداف كثيرة ووفيرة. سلام المناصير يقرأ. الكثير من المتغيرات حدثت في الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي. الرابح الأكبر كان الفتح، وهو نال 5 نقاط وليس 3. كسب الانتصار على الرائد واستغل تعثر الهلال أمام الاتفاق. ثاني الفتحاوية. محترف النصر الجديد باستوس ينال الثناء والإعجاب في المواجهة الثانية على التوالي. البرازيلي خطف الفوز للعالمي في اللحظات الأخيرة. مصطفى البصاص ينتزع جائزة الأفضل للأسبوع الثاني. الموهبة الأهلاوية الجديدة منحت الانتصار الثالث للراقي. الجولة شهدت أعلى معدل تسجيل للأهداف بإحراز 27 هدفا، أي بنسبة 3.86 في المباراة الواحدة. الهداف وسدي لوبيز سام عن التهديف فبقي ب15 هدفا، فيما نجح الأرجنتيني سيبستيان تيغالي في الاقتراب ب12 هدفا. البرازيلي كاماتشو يواصل صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف ب11 هدفا، ويليه قائد الأهلي تيسير الجاسم ب9 أهداف. النيران الصديقة تسجل الرقم 9 في عدد الأهداف المسجلة، وآخر من سجل في مرماه هو مدافع الهلال عبد الله الزوري في لقاء الاتفاق. الأردني حمزة الدردور محترف نجران سجل الهدف ال18 في الدوري السعودي من الكرات الثابتة، والأفضلية للأجانب ب14 هدفا مقابل 4 للمحليين. الأسبوع 17 شهد كذلك احتساب ركلتي جزاء، واحدة ضاعت من بدر الخراشي أمام الاتحاد، والثانية أحرزها الإكوادوري أيوبي للنصر في شباك التعاون. الحمراء لم تتواجد في هذا الأسبوع رغم أنها كانت مستحقة في أكثر من مناسبة في مواجهة الفتح والرائد. الحضور الجماهيري كان مميزا، وتنوعت الصور واختلفت الرقصات والحركات، فالكل يبحث عن الأفراح والمسرات. أمشي معاك. الذي ينتقل من لقطة الأسبوع اصطدام لاعبي الشباب وليد عبد ربه ونايف القاضي. الكلام لم ينتهي، رأس عبد ربه تتعالج ورأس القاضي تأتي بالهدف الأول للليث الأبيض. نجران يتلقى الهزيمة الرابعة على التوالي، والنصر يفلت من الخسارة في الوقت القاتل، والزعيم يسقط في الدمام بخطأ دفاعي، والشباب يعودون بالعميد للانتصار. فرق غيرت من مسارها وأخرى تعثرت، والقادم يعد بالأصعب للرابحين والخاسرين. سلام المناصير، صدى الملعب.